المخطط الاستراتيجي للغرب هذا مش بنعرفه نحن. الغرب هو داخل في هذه اللعبة، الغرب وإسرائيل وإيران للسيطرة على الشرق الأوسط واقتلاع النفوذ العربي والسني منه. هيدي اللعبة، هاي الخطة. وبالتالي من الغرب مين الغرب؟ الولايات المتحدة؟ لا بقصد الغرب كله سوا، المسيحي. أنا بيحكوا عني بالجزيرة أنه هذا مسيحي مش مسلم. أنا كمسيحي ماروني كاثوليكي عم أقول إنه الغرب من إيران، من سماتهم أنت، من روسيا الأرثوذكسية إلى أوروبا الكاثوليكية إلى أمريكا البروتستانتية، كل الحضارة الغربية هي في هذا الاتجاه. شو هو الاتجاه؟ وقف التمدد الإسلامي في العالم. الإسلام السني. ما هو السني لأنه السني 85% من مليار و600 مليون، في مليار و375 مليون سني و225 مليون شيعي. إذن وقف هذا التمدد السني. ليش؟ لأنه بعد أحداث 11 سبتمبر أدرك الغرب أن الخطر الجاي عليه هو خطر الإسلام، ولذلك قالت قبل ذلك الست تاتشر لمن سألوها وسقط الاتحاد السوفيتي، قالوا لا طيب ما سقطت اتفاقية فارسوفيا، حلف الفارسوفيا بأوروبا الشرقية، لشو بعدكم متمسكين بحلف الأطلسي بالغرب؟ قلت المتمسكين لأن هناك يوجد الإسلام. مين هذا من يحكي؟ مارغريت تاتشر رئيسة وزراء قالت هذا الكلام لكن الإسلام صار حد بيت لمارغريت تاتشر. صح يعني عمدة لندن. صح، هو مسلم عظيم، مسلم. بس هو بس الإسلام يلي بالشرق الأوسط؟ كل الإسلام في كل العالم. لأقول لك شغله، اليوم في نظرة، ما الناس تطلع قدامها مش مثل باردون مثل عنا بيطلعوا وراهم. من يقولوا انه دي سي من هلا بعد 2050 وكذا الاسلام بيصير الدين الاول في العالم، بيصير اكثر من المسيحيه المليارين، لانه نسبه النمو عندهم اكثر بكثير. لذلك انا لك جبت لك هاولي، انا يمكن قلبك تسالني هذا السؤال. لك شو لو روتور دي غير دو ريليجيون، عوده حروب الديانه، وهذا جيوبوليتيك ريليجيون اي سيفيليزاسيون. يعني بلش الغرب يحكي عن جيوبوليتيك الاديان. شو لما نقول جيوبوليتيك الاديان معناتها كل دين بده يعتبر حاله هو دين العالم ويسيطر على العالم ويسيطر على الكره الارضيه، وهون بيصير شو؟ الصراع والتلاحم. من هيك الغرب كله المسيحي ما هودي تركن، هودي كلهم خزمتشيه عند اسرائيل 3/4. الغرب كله المسيحي الآن، مثل ما إسرائيل بدها تضعف السنة، هني مع بهذا المشروع، وهني بدهم يعملوا طريقة أنه ما يخلوا السنة يأكلوا إسرائيل. يعني الشعارات التي تطلقها في إيران لتدمير إسرائيل، يمكن هون اليوم شوي صارت ليبرالية الخطاب الإيراني، بس أنه إسرائيل اليوم هي المستهدفة. حزب الله دائما يشن حملاته على إسرائيل. حضرتك عم تنقد هذا الأمر. الغرب إيران وإسرائيل عندهم مخطط واحد، هو تطبيق العالم السني العربي في هذه المنطقة. أنا اللي عم أقول لك إيه، معلش يكون في وضوح شوي. أنا بنحكي عن حالي يعني، لكي أوضح هذا الأمر. إسرائيل لمن إيران كانت من تحارب العراق، مين كان يعطيها سلاح؟ مضبوط، إسرائيل. ليش؟ مش لأنها بتحب الإيرانية، لأنه المعركة هي بين الأقليات والأكثرية، فإيران هي أقلية. من هيك قلت لك في 225 مليون شيعي بالعالم بما فيهم 90 مليون بإيران، ولكن هيدي أقلية، والأقلية إسرائيل هي زعيمة الأقليات، وهي تريد أن تغير المنطقة وتقلبها كلها سوا تصير دويلات أقلوية. وإيران
ضالعة في هذا المشروع إن كان مع إسرائيل أو بدونها. هي كمان من مصلحتها أن لا يظل العرب السنة مسيطرا على هذه المنطقة، وإنما تتحول إلى دويلات، وعلى رأسها الدولة العلوية في سوريا.